هل عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتدخل العقارات وتكسب وفي ناس تانية بتدخل العقارات ومهما صرفت حتى لو صرفت رأس مال كبير برضه بتخسر؟ هل السر في التوقيت ولا في اختيار المكان واختيار المطور ولا السر في الهدف من البداية ولا السر في نوع العقار؟ اسمعني كويس وخليني أقولك إن الاستثمار العقاري مش قرار واحد. الاستثمار العقاري هو سلسلة من القرارات، ولكن دايما بتبدأ بسؤال مهم: هو أنت أصلا عايز إيه من العقار اللي أنت بتشتريه ده؟ يعني عايز دخل شهري والّا عايز مكسب كبير في المستقبل، والّا مجرد أمان وحصّالة باحوّش فيها فلوسي، والّا بادوّر على أصل أورّثه لولادي في المستقبل، والّا عايز إيه بالضبط؟ في الوقت ده بتسأل نَفْسك سؤال علشان يساعدك تفهم أنت بتاخد القرار ليه، وأمّا بتبقى عارف أنت رايح فين من البداية، ده بيساعدك على إنّك تاخد قرارات توازن الرحلة بتاعتك دي. وخلّيني أقول لك إن في الفيديو ده هنعرف الفرق ما بين المكسب الشهري، أو لو أنا باشتري عقار وأنا عايز دخل شهري، والّا باشتري عقار وأنا عايز مكسب على أصل رأس المال، لإن دي ليها طريقة ودي ليها طريقة وهنتكلم عليهم مع بعض دلوقتي. خلّينا في البداية ناخد تعريف بسيط عن الاتنين، وأول حاجة هو المكسب الشهري هو إن أنا عندي عقار، العقار ده شقة أو محل أو مكتب أو عيادة أو أيًا كان النوع بتاعه، بيدخّل لي دخل شهري أو ربع سنوي، دخل منتظم. الدخل ده باعتمد بيه في حياتي على حاجات تانية، أو ممكن أدفع بيه أقساط لعقارات تانية، أو ممكن أكون باستخدمه علشان يكون بيعينّي في الحياة. فده الجزء بتاع المكسب الشهري. أمّا المكسب على رأس المال فهنا خلّيني أقول لك ببساطة، هو إن أنا باشتري شقة سعرها 2.000.000 جنيه، بِعتها بعد فترة ب2.500.000، اتكلّفت من وقت ما اشتريتها لوقت ما بِعتها 100.000 جنيه، فإذًا المكسب اللي أنا حققته هنا 400.000 جنيه. على حسب الفترة بيكون المكسب ده هل مُرضي، هل مش مُرضي، ولكن في تفاصيل كتير في النُص هنتكلّم عليها مع بعض. وأول حاجة خلّينا ناخد مقارنة سريعة بين الاتنين. أول حاجة من حيث الهدف، لو أنا عايز دخل شهري إذًا أنا عايز تدفقات نقدية زي ما قُلنا في البداية. لو أنا عايز مكسب راس مال فأنا بادوّر على أرباح كبيرة ولكن بتكون على المدى الطويل. تاني حاجة نوع المستثمر اللي بيدخل في العقار ده، اللي عايز دخل شهري هو المستثمر اللي عايز دخل ثابت ممكن يغطي مصاريفه أو يستخدم الدخل ده في حاجات تانية. اللي بيدوّر على المكسب على رأس المال بيكون بيدوّر على تنمية رأس ماله بدون ما يمسك مبلغ شهري في إيده. وأمّا بتبقى عارف أنت مين في الاتنين بيساعدك تاخد القرار المناسب ليك. تالت جانب حابين نتكلم عليه هو زمن العائد. الدخل الشهري ممكن يكون أقرب شوية، لإن المكسب على أصل رأس المال بيكون مؤجّل ولكن عالي القيمة. أمّا بالنسبة لنوع العقار المناسب لكل مستثمر فيهم، فاللي بيدوّر على دخل شهري بيدوّر على العقارات الأسهل في الإيجار، ممكن يبدأ بالسكني، بعديه التجاري والإداري، بعديهم الفندقي وهكذا. أمّا بالنسبة للمستثمر اللي بيدوّر على مكسب على رأس المال، بيدوّر على العقارات القابلة للنمو، وهنا بيبُص على المشاريع الجديدة، بيبُص على عقارات تحت الإنشاء، بيبُص بطريقة مختلفة نوعًا ما. وإحنا هنا بندوّر على الاستثمار أو بنشوف الاستثمار بتاعنا، بنبُص على درجة المخاطرة. اللي بيدوّر على دخل شهري المخاطرة عنده متوسطة أو منخفضة، واللي بيدوّر على مكسب على أصل رأس المال المخاطرة عنده أعلى شوية لإنه مرتبطة بحالة السوق. ونيجي للجانب اللي بعد المخاطرة وهو جانب الاستقرار. اللي بيدوّر على دخل شهري بيكون الاستقرار عنده عالي نسبيًا، أمّا اللي بيدوّر على مكسب على أصل رأس المال بتاعه بيبقى متقلّب نوعًا ما مرتبط بظروف السوق. وآخر حاجة هنبُص عليها هي الإدارة. اللي بيدوّر على دخل شهري عنده إدارة أعلى أو عنده
محتاج متابعة شهرية أو متابعة دورية، محتاج متابعة للصيانات. أما اللي بيدوّر على مكسب على أصل رأس المال بيكون احتياجه للإدارة بتاعة العقار بتاعته أقل نوعًا ما من اللي بيدوّر على المكسب الشهري. وهنا في نقطة وعي مهم جدًا عايزك تاخد بالك منها وأنت بتختار الهدف بتاعك علشان تدخل الاستثمار العقاري، وأنت شخص محدد الوجهة وعنده هدف وإن شاء الله يحققه. خلّيك عارف أنت محتاج إيه، هل محتاج دخل شهري يساعدني على الحياة، محتاج خطة للتقاعد، محتاج إن أنا آآ أنمّي رأس المال بتاعي. أمّا بتبقى عارف من البداية أنت رايح فين، ساعتها بتدرك الفرق بين النوعين، وبتقدر تاخد قرارك بشكل متوازن وبشكل مضبوط. وخلّيني أشاركك بكام سؤال هيساعدوك تاخد قرارك بشكل مضبوط وشكل متوازن. أول سؤال، هل دخلك الشهري كفاية بالنسبة ليك؟ وتاني سؤال، عندك التزامات شهرية محتاجة دخل إضافي والّا لأ؟ السؤال اللي بعد كده بيقول عندك استعداد تستنى سنة أو 2 بدون عائد؟ والسؤال اللي بعد كده مهم جدًا وبيساعدك جدًا تاخد قرارك المضبوط، عايز تحافظ على فلوسك والّا عايز تكبّرها؟ والسؤال الأخير، عندك القدرة على المتابعة والإدارة وبتهتم بالتفاصيل والّا بتحب الاستثمار الهادي اللي ما فيهوش تفاصيل كتير؟ كل إجابة لسؤال من دول بيساعدك ترسم الخريطة اللي أنت هتتحرك على أساسها، فتاخد خطوات تساعدك تحقق الهدف اللي أنت دخلت الاستثمار العقاري علشان تحققه. ومن العوامل برضو اللي بتساعدك على إن أنت تحقق هدفك هو تقييمك الحقيقي لوضعك الحالي. هاقدر أدفع قد إيه دلوقتي؟ هل هاقدر أدفع دفعات سنوية والّا لأ؟ هاقدر أدفع قد إيه أقساط شهرية؟ ودايمًا تكون عارف النسبة اللي هتقدر تقتطعها من دخلك وما تسببلكش ضغط، علشان الاستثمار الناجح دايمًا بييجي من باب واسع. دايمًا بنقول استثمر الفائض، ما تضغطش نفسك علشان تستثمر، لإن أمّا بتستثمر من منطلق إن أنت عندك فائض في المدخرات أو فائض في رأس المال، بتقدر تاخد قرارات موزونة ومضبوطة. إنما أمّا بتستثمر بآخر جنيه موجود معاك في الوقت ده بتكون مضغوط، فأمّا بتبقى مضغوط ما بتقدرش تاخد قرارات واضحة تساعدك إن أنت تاخد خطوة لقدّام. دايمًا بتبقى بتتحرك وأنت خايف تخسر المبلغ اللي معاك. تقييمك الحقيقي لوضعك المالي بيساعدك إن أنت تحط نفسك على أول طريق للنجاح في الاستثمار العقاري. والحاجة التانية اللي هتخلّيك تحدد هدفك بسهولة وتاخد قرارك بسهولة هو تقييم الخبرة الحالية اللي موجودة عندك. لو أنت لسه بتبدأ حاول تختار النوع الأسهل للاستثمار، وهو بيبقى إن أنا باشتري علشان أحقق دخل شهري. لكن لو الخبرة بتاعتك نقدر نقول زيادة شوية، فعندك تحليل واضح للسوق يساعدك تبقى عارف فين أماكن النمو، فتاخد فيها حاجة مميزة تقدر بعد كده تبيعها ويزيد رأس المال بتاعك. في الوقت ده هتختار الاختيار التاني، لأن تقييمك لخبرتك بتساعدك فعلًا تاخد القرار المضبوط. وتالت حاجة من العوامل اللي بتساعدك تحدد هدفك بسهولة هو اختيار المنطقة. ما ينفعش أروح أختار في منطقة المناسب فيها إن أنا أحقق دخل شهري أبقى عايز أحقق عائد على أصل رأس المال، وما ينفعش أروح لمنطقة الهدف المضبوط فيها إن أنا أحقق عائد على رأس المال أكون هدفي إني أحقق منها دخل شهري. اختيار المنطقة المناسبة للهدف المناسب بيوفّر عليك وقت ومجهود وفلوس. وآخر عامل هنا هو أسلوب حياتك، هل عندك القدرة على إدارة الاستثمار والّا الموضوع بالنسبة لنا إن أنا مشغول ومش هاقدر أتابع الاستثمار بتاعي بسهولة؟ العوامل اللي اتكلمنا عليها مع بعض هي وضعك المالي، الخبرة، المنطقة، وأسلوب حياتك. العوامل دي بتساعدك بسهولة إن أنت تعرف الهدف المناسب ليك علشان تستثمر بأمان. طيب في سؤال مهم جدًا، أنا واثق إن وأنت بتسمعني دلوقتي ممكن بنسبة 90% إن هو يبقى جه في بالك، هل ممكن أجمع بين الاتنين؟
ان انا يكون هدفي مكسب شهري ودخل شهري وكمان زيادة في اصل راس المال؟ وخليني اقول لك ان الاجابة ايوه، ينفع تجمع بين الاتنين. في استراتيجيات بتسمح لك ان انت تشتري عقار قابل للتأجير، عليه طلب وفي نفس الوقت يكون سعره بيزيد. دي حاجة حقيقية بتحصل، ولكن عايزة تبقى وانت بتبدأ عارف تجمع بين الاتنين، وعارف تقيم العقار اللي معروض عليك هل هيحقق لك ده ولا لا. وهنا في تحذير ذهبي دايما بنقول للعملاء تخلي بالها منه، ان اكبر غلطة واكتر غلطة بيقع فيها المبتدئين ان هم ينسخوا استثمار بتاع حد تاني من غير ما يكون ليهم نفس الهدف ولا عندهم نفس الظروف. انت بطريقتك انت، باسلوب حياتك انت، ليك شكل مختلف مناسب للاستثمار عن حد تاني، حتى لو الحد ده بيعيش معاك في مكان الغربة بتاعك أو زميل عمل عندك أو حد من أسرتك. كل واحد ليه استراتيجية مناسبة، والشاطر في العقارات هو اللي بيقدر يحدد الطريقة المناسبة ليه. ودلوقتي خليني أقول لك ملخص الفايل ده. أولا لازم تحدد أنت مستثمر داخل بهدف مكسب شهري ولا زيادة في أصل رأس المال، لان ده هيودينا لتاني نقطة، وهو فهم الهدف بتاعي بيساعدني اختار العقار المناسب لتحقيق الهدف ده. وتالت حاجة ان انا مش لازم امشي على الموضة ولا امشي على اللي يناسب غيري. المهم في الاستثمار العقاري ان انا امشي على المناسب للهدف بتاعي. والحاجة اللي بعد كده ان انت ممكن تجمع بين نوعين الاستثمار دول بذكاء، ولكن تبقى عارف ده بيحصل ازاي من خلال مذاكرتك للسوق والمنطقة الجغرافية اللي انت داخل عليها. واخيرا القرار اللي هتاخده النهارده هو هيكون سبب لدخلك بكره، سواء مكسب على راس المال او دخل شهري. فحاول وانت بتاخد قرار ان انت تاخد بكل الاسباب اللي تخليك تاخد قرار مظبوط. والتمرين اللي مع الفيديو ده، عايزك دلوقتي تمسك ورقة وقلم وتسأل نفسك سؤال. اول حاجة، انت عايز دخل شهري ولا مكسب على راس المال من 3 ل5 سنين؟ وتاني سؤال، عندك استعداد تدير العقار ده ولا محتاج شركة إدارة وتشغيل تساعدك على إدارة؟ وتالت حاجة، راس المال المتاح مناسب تبدأ في إيه؟ وهل عندنا قدرة على الأقساط؟ هل عندنا قدرة على دفعات سنوية ولا لأ؟ ودلوقتي أنت عرفت هدفك. السؤال دلوقتي إزاي تحدد ميزانيتك وإزاي تستغلها أحسن استغلال؟ وده اللي هنتعلمه مع بعض في الفايل الجاي والفايلات الجاية. فركز وأشوفك في الفيديو اللي جاي. وقبل ما نخلص الفيديو خليني أقول لك كلمتين مهمين جدا. أولا، اللي أنت شفته دلوقتي ده جزء من كورس كامل اسمه العقارات لغير العقاريين. الكورس معمول مخصوص علشانك، علشان لو كنت عايز تاخد الخطوة الجاية بوعي، او كنت لسه في البداية وما عندكش اي معلومة وعايز تستثمر في العقارات. ولو دي اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك وفولو والحاجات اللي من النوع ده علشان نتابع مع بعض وتشوفني تاني. وكمان تشارك المعلومة دي مع اكتر حد محتاجها، علشان نجاح الكورس ده هو ان يشوفوا اكبر عدد من الناس. وده لو مهتمين ان هم يمتلكوا عقار قريب، سواء بغرض السكن او الاستثمار. وكمان علشان تستفيد من الكورس ده اكبر استفادة، بنصحك انك تشوف الفيديوهات من الاول وبالترتيب، لان كل جزء فيه بيكمل الجزء اللي قبله، ومعمول بتسلسل يخليك تطلع افضل نسخة منك بتمتلك وعي عقاري حقيقي. الكورس مجاني بالكامل، وده لأن هدفه من البداية هو المنفعة العامة للجميع، وإني أشاركك سنين من الخبرة وخلاصة تجارب حقيقية، مش مجرد كلام نظري. لكن الأدوات والاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس ساعدتني وساعدت عملاء كتير إن هم يحققوا أهدافهم العقارية. وأهم نصيحة ممكن أقولها لك دلوقتي هي إن المعلومات لوحدها مش كفاية، والتنفيذ والتجربة العملية وإنك تبدأ تاخد خطوة بنفسك دي أهم حاجة دلوقتي. وده لأن الفرق الحقيقي في القدرة على التنفيذ، وإزاي تجرب المعلومة وتطبقها بنفسك وتعيد تجربتها تاني بدون ما تيأس. بنصحك كمان خد نوتس وسجل الملاحظات بتاعتك،
وارجع تاني عيد الجزء اللي محتاج تفهمه وتركز في تفاصيله والنقطة اللي انت واقف عندها لو محتاج تأكد على المعلومة. وكمان اسأل وتناقش مع مستثمرين تانيين أو حتى اطلب استشارة لو محتاج مساعدتنا. وأخيرا شارك اللي استفدته في كومنت، وشارك المعلومة دي مع غيرك لو محتاج إن هو يسمعها. وخليك عارف إن معلومة واحدة ممكن تغير حياتك ومستقبلك بالكامل لو فهمتها صح. أنا اسمي أحمد سراج، وده جزء من رحلتك في العقارات لغير العقاريين، ومستنيك في الجزء الجاي من الكورس علشان نكمل مع بعض الرحلة اللي تساعدك تطلع منك أفضل نسخة لمستثمر عقاري ناجح وعارف هو بيعمل ايه.